جيبي بقى العيش الشامي وقطعيه بالشكل ده وهتتفاجئي فعلا بالنتيجة. يعني لو عندك عيش بايت بعد الفيديو ده ما عدتش هترميه تاني ولا هتقدري كمان تستغنى عنه. هنحوله بقى الوصفة يا جماعة رهيبة، لو جربتيها مرة هتكرريها 1000 مرة، وأي حد هيدوقه عندك لازم يطلب منك مقاديره. يلا بينا بقى نشوف عملنا الوصفة الجامدة دي ازاي، بس يا ريت في الأول ما تبخلوش علينا باللايك. في الأول خالص كده عندي شوية كده من العيش الشامي، طبعا كان بايت عندي فقلت استغله كده واستفيد بيه. فجبته طبعا وحطيت مثلا ايه حوالي 3 أو 4 أرغفة على بعض، وبدأت أقطعهم نصين يعني، وبعد كده قطعتهم لأربعة تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه. زي ما انتوا شايفين بنجيب العيش ونقطعه في الأول لجزئين وبعد كده بنقطعه لأربع أجزاء. أنا عايزاه يبقى عامل زي الجيب بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا العيش هنحطه بقى في طبق واسع، ولازم نغطي عليه عشان ما ينشفش معايا اكتر لحد ما بنيجي يعني نخلص الوصفه. او ممكن طبعا بعد ما تخلصي كل مكوناتك تقطعيه في الاخر. هناخد بقى العيش ده وهنركنه على جنب، ويلا بينا علشان ندخل على الخطوه التانيه. الخطوه التانيه بقى يا جماعه معانا ان احنا بنجيب شويه خضار. الخضار ده عباره عن بصلتين، 3 من الفلفل الاخضر، 3 من الطماطم، والطماطم كمان صغيره مش كبيره، وكمان فلفل حراق لو انتوا حابه، او لو انت يعني حابه بتحبي الحاجه الحراقه يعني في الاكل. هنجيب بقى البصل وهنبدا نقطعه لقطع صغيره بالحجم اللي انتوا شايفينه. عايزه تضربي البصل في الكبه مفيش مشكله، بس ما تنعمهوش قوي. هنجيب بقى طاسه على النار، هنحط فيها شويه من الزيت، واول حاجه بنعملها ان احنا بنشوح البصل وبنقلبه لحد ما يبدا يدبل معايا. يا دوبك كده هديله تقليبه بالشكل اللي انتوا شايفينه، زي ما قلت لكم النار بتكون وسط. هنضيف بقى كده شويه من الملح، وهنضيف كمان شويه من الفلفل الاسود، وهنضيف بقى كمان شويه من السبع بهارات، وبعدين هنضيف شويه من بهارات اللحمه لو انتوا حابين تضيفوها، على كمان معلقه صغيره من البابريكا، وهنخلطهم كويس مع بعض. وهنا بقى اول لما البصل يدبل معانا بنضيف نص كيلو من اللحمه المفرومه. طيب هل الوصفه هنا محتاجه معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه؟ لا، هي محتاجه حوالي ربع او اقل من ربع كيلو كمان. بس انا هنا بصراحه بحب ازود في كميه اللحمه المفرومه، اعصجها مره واحده وبيفضل عندي كميه، يا اما احتفظ بيها في الفريزر استخدمها في وصفه تانية، يا اما بكون في نفس اليوم محتاجاها ان انا اعمل بها يعني اكله بنكون بنتغدى بيها. خلاص كده لازم نقلب بقى اللحمه المفرومه مع البصل كويس لحد ما اللحمه المفرومه لونها يبدا يتغير معايا. هبدا كده اديها تقليبه شويه، وبعد كده بقى ايه هنرجع للخضار بتاعنا. طبعا كان معانا 3 من الفلفل الاخضر، هنبدا برضو نقطعهم لقطع صغيره بالحجم اللي انتوا شايفينه. وكمان بقى لو متوفر عندكم فلفل الوان هيبقى حلو قوي مع الوصفه دي. بعد ما قطعت الفلفل الاخضر هقطع الفلفل الحراق، وده طبعا اختياري في الوصفه اللي موجوده معانا. هناخد بقى الفلفل ده وهنبدا نضيفه على اللحمه، وهنديله كده تقليبه حوالي دقيقه، هنقلبهم مع بعض. اما بقى بالنسبه للطماطم، الطماطم لازم اما بنيجي نقطعها لازم نشيل البذر منها تمام. مش محتاجه استخدمها بالبذر بتاعها. طبعا احنا هنا قلبنا كده الخضار مع بعضه او اللحمه مع الفلفل، زي ما انتم شايفين بقى الطماطم شلنا منها البذر وهنقطعها لقطع صغيره. طبعا ممكن تقللي كميه الطماطم وتخليها طماطمايه واحده بس. هناخد بقى الطماطم وهنبدا بقى نضيفها على اللحمه وبقيه المكونات، وهنخلطهم كويس مع بعض. وهنا بقى لو انت حابه تضيفي كده شويه ميه علشان اللحمه والخضار يستووا فيها براحتك، بس انا بالنسبه لي بكون مهديه النار، فاللحمه والخضار بينزل كل السوائل اللي فيها، فبالتالي ان هي بتستوي من غير اي سوائل خالص. وهنا بقى بعد حوالي 5 دقايق كانت خلاص اللحمه استوت معايا وجات لي بالشكل القمر ده. بس هنا بقى هبدا اعلي النار عشان لو موجود اي ميه او اي سوائل موجوده في اللحمه لازم نبخر كل السوائل اللي موجوده علشان الوصفه ما تبص معايا. انا عايزه اللحمه ناشفه خالص ما عليهاش اي سوائل. تعالوا بقى نجهز الصلصه، وصلصه سريعه جدا. بنجيب كسرولة على النار نحط فيها حوالي 4 معالق كبار من الزيت، كام فص كده من الثوم مهروسين كويس، وهقلب الثوم لحد ما ريحته تظهر معايا. اول لما الثوم يصفر معايا وريحته تظهر بالشكل ده هضيف كده حوالي كوبايه من عصير الطماطم، وممكن تقللي كمان كميه عصير الطماطم اقل من كده لان انا هنا برضو كنت مزوده الكميه. ضفت كمان معلقه كبيره من الصلصه المعلبه، وضفت كمان رشه من السكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم والصلصه، وهظبط بقى الملح وكمان شويه من الفلفل الاسود وكمان شويه من البابريكا، على كمان شويه من الزعتر. طبعا ده اختياري، لو انتوا حابين تضيفوه مش حابين براحتكم خالص، بس انا بحب اضيف الزعتر مع الصلصه بتاعه الطماطم. هنخلطهم بقى مع بعض وعلى نار هاديه، هنسيب الصلصه لحد ما تتسبك معايا وحجمها يقل بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. خلاص الصلصه بقت مظبوطه. هنجيب بقى طاجن بايركس
ميكس أو أي صينية متوفرة عندنا هندهنها بالزيت كويس، علشان أنا عايزة العيش يتحمص معايا من تحت وياخد لون جميل، فلازم ندهنها بالزيت كويس جدا. بعد كده بقى هنجيب العيش بتاعنا اللي احنا كنا طبعا ركناه على جنب شوية، ويلا بينا بقى أقول لكم هنحشي وهنجهز ازاي. بنجيب طبعا قطع كده من العيش ونحط فيها معلقة صغيرة من الخلطة بتاعة اللحمة، وكمان معلقة صغيرة من الجبنة الموتزاريلا، ودي طبعا برضو اختياري ممكن تقدري تستغني عنها. بنجيب بقى جزء بتاع العيش بنبدأ ندخله جوه الحشوة بتاعتنا، اما الجزء التاني بنبدأ نلفه على شكل رول. تعالوا كده اشرح لكم بالظبط. بصوا، حطينا كده معلقة من اللحمة المفرومة، وكمان معلقة من الجبنة الموتزاريلا. جزء بقى من العيش خدوا بالكم بنبدأ ندخله جوه الحشوة بالشكل ده، اما الجزء التاني من العيش بنبدأ نلفه على شكل رول. اللفة سهلة جدا ما بتاخدش وقت، والفكرة دي الغرض منها ان احنا بنستخدم او بنستغل اي كمية عيش متوفرة عندنا. وعايزة اقول لكم بقى يا جماعة في الاخر هتتفاجئوا جدا بالنتيجة فعلا. يعني النتيجة في الاخر بصوا بقى حاجة كده، وهم حاجة كده لو اي حد فعلا اكلها عندك مش هيمشي غير لما يطلب منك طريقتها. خلاص بقى بعد ما خلصنا الكمية كلها، ويا ريت في الوقت ده لو تنزلوا تحت في الكومنتات وتكتبوا لي بتتابعوني من انهي بلد. انتوا عارفين انا بحب اشوف كومنتاتكم جدا وبفرح بيها، وفعلا بحاول على قد ما اقدر ارد على اكبر جزء فيها. بعد بقى ما خلصت كل كمية العيش هنجيب الصلصة بتاعتنا ونبدأ ندهن العيش بالصلصة بالشكل اللي انتوا شايفينه. وطبعا تقدروا تدخلوها الفرن بالشكل ده، او تعملوا زيي وتحطوا كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا، بتدي مع العيش ومع الصلصة طعم مميز وجميل جدا. بصوا بقى الفرن سخن على درجة حرارة 200. هناخد الصينية دي هنحطها على الرف اللي في النص، يا دوبك حوالي تلت ساعة العيش بيكون اتحمص من تحت. بعد كده بقى بنولع الشواية علشان الجبنة تاخد اللون الجميل بتاعنا اللي انتوا شايفينه. وتعالوا بقى معايا كده شوفوا المنظر القمر اللي طلع معانا في الاخر. بصوا بقى لا تقولوا له بقى كانيلوني ولا كريب في الفرن ولا اي حاجة، الاكلة دي مميزة جدا بجد بجد والله العظيم. فعلا لو اي حد اكلها عندك مش هيمشي غير لما ياخد منك طريقتها. تعالوا بقى كده مع بعض نطلع العيش واوريكم شكله عامل ازاي. بصوا طعمه رهيب جدا، طعم بقى الصلصه مع الجبنه الموتزاريلا مع اللحمه المفرومه، لا كله مع بعضه كده ميكس جميل جدا ومدي طعم حلو قوي مع الوصفه بتاعتنا. طبعا شكل العيش لوحده كده مغري، شايفين ما شاء الله كده يا جماعه بقى طعمه رهيب. عايزه اقول لك كمان حاجه، ان انت تقدري تعملي الوصفه دي بالعيش البلدي، مش شرط انك تستخدمي العيش الشامي وبس. شايفين بقى المنظر القمر ده؟ انا اظن بعد المنظر الجميل ده انا عايزه الكومنتات كلها ما فيش فيها غير تسلم ايدك يا موليلي. تعالوا كده نقطعه مع بعض ونشوف شكل العيش من جوه مع اللحمه عامل ازاي. تحفه، اللحمه من جوه كده دايبه، العيش بقى طعمه كريسبي حلو قوي. يلا لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم.